التسويف مشكلة عند كل الناس تقريبا، ولكن بنسب مختلفة. والتسويف يعني تأجيل تنفيذ عمل معين من غير ما يكون عندك سبب أو مبرر. طيب احنا ليه بنعمل كده؟ وليه بنأجل عمل مهم واحنا عارفين مدى أهميته وأضرار تأخيره؟ وليه بنيجي بعد كده نضغط نفسنا عشان نلحق ننجزه في وقت صغير؟ في صفتين موجودين عند الإنسان وهما instant gratification أو رغبة الإشباع الفوري، يعني رغبة الحصول على عائد فوري من أي عمل بنقوم بيه، سواء كان عائد مادي أو حافز معنوي زي الفخر والشعور بالإنجاز. فكل ما كان العمل اللي بنقوم بيه مفيهوش العائد السريع ده، كل ما كانت فرصة التسويف والتأجيل أكبر. عشان كده أمور كتير مهمة زي المذاكرة وممارسة الرياضة بيتم تأجيلها عشان العائد منها بيكون بعد وقت طويل. تاني رغبة وهي avoiding pain أو تجنب الألم والمشقة. والمقصود بالألم هنا هو الإجهاد البدني والذهني أو حتى الشعور بالملل. وعشان تقدر تتغلب على الصفتين دول لازم يكون في حافز قوي يدفعك للعمل حتى لو مفيش منه عائد سريع، حافز يخليك تقدر تتحمل الإجهاد والمشقة في التنفيذ. والحافز الأهم عند معظم الناس هو الخوف. الخوف من إنك تسقط في الامتحان، الخوف من تعنيف أبوك أو مديرك في الشغل. والخوف ده هو اللي بيخليك تتحرك في آخر الوقت عشان تلحق تلم نفسك وتخلص اللي وراك وتنقذ نفسك من العواقب. وغالبا لما بتبدأ بتلاقي الموضوع مش بالسوء اللي انت كنت بتتخيله، ويمكن ساعتها تشعر بالندم انك ما بدأتش من بدري. طيب كده احنا فهمنا يعني ايه تسويف وليه احنا بنسوف. ايه هي بقى مشاكل التسويف؟ اول حاجة جودة عمل اقل، لان الحاجة اللي المفروض تعملها في اسبوع مش هتكون بنفس الجودة لما تنجزها في يومين. القلق وتأنيب الضمير عشان دايما بتفكر في الحاجات اللي وراك وشايل همها. عدم وجود دافع، لو مفيش دافع ومفيش عواقب فالمشكلة الأكبر بتكون مع الحاجات اللي ملهاش ديدلاين أو مش بيترتب على عدم تنفيذها أي عواقب، يعني دافع الخوف مش موجود. والمشكلة هنا إن ده بيكون مع حاجات مهمة زي صحتك ودراستك وتخطيطك لمستقبلك، لأن الحاجات دي زي ما قلنا ملهاش ديدلاين، فبتفضل تأجل فيها بشكل مستمر طول الوقت. ودي بقى المشكلة الأكبر للتسويف. والسؤال دلوقتي إزاي نقدر نتغلب على التسويف؟ هنتعلم شوية خطوات كده ممكن تساعدنا. أول حاجة حدد أدواتك، حاول تخلي أدواتك أو الحاجات اللي ممكن تحتاجها وانت شغال موجودة دايما جنبك من البداية، لأن الاستعداد دافع في حد ذاته. اغصب نفسك على البداية وخد الخطوة الأولى، وغالبا هتلاقي نفسك بتكمل لحد النهاية. قسم المهام، الحل مع المهام الصعبة والكبيرة هو إنك تكسرها وتقسمها لأجزاء أصغر وأبسط وتخلصها جزء جزء. ولو كان تقسيم المهمة نفسها صعب أو غير ممكن، قسم وقت العمل عليها لفترات زمنية، خد راحة بسيطة بينهم. ابدأ دايما بالمهمة الأصعب، زي ما قلنا قبل كده كل الضفدع أول اليوم. حول العمل للعبة عشان مخك بيحب الألعاب، خاصة مع الأعمال المملة، زي إنك تتحدى نفسك إنك تخلص قدر كبير من العمل في وقت قليل، وكافئ نفسك لو نجحت. دايما فكر في المنفعة وفكر في العواقب، ده هيخلي عندك أسباب تحفزك ويكون عندك حماس وإصرار على إتمام العمل. ودلوقتي شوية نصايح ممكن تساعدنا في الحفاظ على قيمة الوقت. استغل وقت الانتظار، وقت المواصلات، وقت الانتظار عند الدكتور أو في البنك، استغله في القراءة أو الاستماع لحاجة مفيدة. حدد وقت لكل مهمة، حط لنفسك ديدلاين. جمع المهام المتشابهة، زي انك تجمع المشاوير اللي جنب بعض في نفس اليوم، او انك تحضر اكل الاسبوع يوم الاجازة، او انك تخصص جزء من وقتك للرد على المكالمات والايميلات. اختار وقت العمل، اختار الوقت اللي تقدر تشتغل فيه بأكبر قدر من التركيز. التفويض، حاول تفوض بعض المهام اللي مش لازم تعملها بنفسك. عمل واحد في كل مرة، ركز في مهمة واحدة، حط كل طاقتك فيها عشان ما تشتتش نفسك. الراحة مهمة جدا عشان تقدر تواصل بتركيز لفترات طويلة،
ولو عملك بيعتمد على المجهود الذهني، فاللي بيكون محتاج للراحة فعلا هو مخك أكتر من جسمك. فما ينفعش تقضي وقت الراحة بتاعك على السوشيال ميديا أو لعب جيم على الموبايل، وبلاش تضحي بساعات نومك على حساب شغلك، لأن ده هينعكس بشكل سلبي على جودة العمل اللي انت بتقدمه. ده غير انك هتصرف في تناول المنبهات. حجز الوقت. لو فرضنا انك موظف ونفسك تعمل لنفسك مشروع خاص، وممكن تحجز لنفسك ساعة يوميا عشان تشتغل على فكرة مشروعك من غير ما تهمل باقي التزاماتك. اتعلم تقول لا. في حاجات كتير بتعملها بدافع الحرج، وبعدها هتفضل تعاني مع نفسك لانك وافقت. اتعلم تقول لا للي بيطلب وقتك بدون وجه حق وعلى حساب مهامك انت. بلاش تخلي حد يحملك فوق طاقتك. انت ممكن تقول لا بشكل لطيف، زي مثلا انك تقول ان عندك شغل دلوقتي واول لما تخلص هتساعده، او انك تقترح عليه شخص ممكن يساعده فعلا. وتعلم كمان تقول لا لنفسك لما تحاول تشتتك وتبعدك عن هدفك. ممكن تستخدم تطبيقات تنظيم الوقت واللي موجودة بشكل مجاني على الانترنت. كده احنا تقريبا خلصنا كل ما يتعلق بإدارة وتنظيم الوقت. فشكرا على وجودكم معانا، ونتقابل قريب إن شاء الله.